بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل فتح لحاجة أنا اشتريتها وحبيت أفرجكم عليها. ايه ده يا ابو صدام، انت جايب لنا مسدس ولا ايه؟ طيب دي ابو صدام دي اسمها مسدس دبل او دبالة. الدبالة دي بتاعت المراتب، بيستخدموها في مصانع المراتب عشان يدبلوا بيها المرتبة، يمسكوا الشاسيه الحديد. دي بتعمل حلقة احنا بنستعملها بقى في السلكات. دي طبعا مين اللي بيجيبوها؟ بتوع مصانع السلكات، دول اللي هم اللي ممكن يشتروا حاجة زي كده. تمام. طب انا شاريها ليه؟ يعني ما بحبش اجيب حاجة من حد، وبصراحة بحب العدة كمان. جاي معاه مزيتة وطقم مفاتيح هالانكو بالراحة خالص. وطبعا هي عشان تشتغل لازم كمبروسر هوا. الدبالة جاهزة على الدبل، بس قبل ما نشتغل بيها اوريكم بقى ازاي. اوريكم حاجة بسيطة كده. دي شكل الدبل بتاعتها، بتيجي مشاط كده. هي بتيجي كرتونة على بعضها، بس انا ايه كده، والسوستة دي ترجع عليها تمام بالشكل ده عشان تزقها على الوش ده. طيب نبدأ بقى نشتغل مع بعض. ده الشكل بتاعها. تمام. طيب تعالوا بقى مع بعض. دي سلاكة من ضمن السلاكات الجديدة، نسيت اقول لكم سعرها. دي سعرها متوسط 13500 جنيه، في منها ب 13، في منها ب 13500، في منها ب 13700 كده يعني. ده سعرها. دي سلاكة من ضمن السلاكات ال60 في 70 اللي انا قلت لكم عليها. يلا اي بالارضيات المربعة يا جماعة، ارضيات المربعة. ده طبعا السلكات دي جايه من عند الاستاذ ايمن زبادي. هبقى اسيب لكم رقمه برضو لو حد عايز يتواصل معاه. هنبدأ مع بعض اهو، بس حاجة بسيطة كده. ايه شايفين الموضوع بسيط صح؟
طبعا انا على ما اعمل الكلام ده بالدبالة اليدوي حصل لي مشكلة في ايدي، وده السبب اللي خلاني جبت الدبالة. يقول لك واحد يقول لك يعني عشان 5 سلكات تروح تشتري دبالة. انا عندي مشكلة هوريها لكم. عليه الصلاة والسلام. شايفين المشكلة دي؟ دي بعد الكشف اهي، الحتة دي عندي تضخم في العضلة دي، فبيعمل مشكلة في العصب هنا. فلما استعملت الدبالة كتير اللي هي الدبالة اليدوية، ده اللي خلاني جبت الدبالة دي، كان السبب الرئيسي يعني. موضوع سلس جدا بصراحة، يعني أنا حبيت الموضوع. أنا ممكن أعمل مصنع سلكات، إيه رأيكم في الفكرة دي؟ تيجوا بقى نسرع الفيديو مع بعض. ده كده الشكل العام، ده شكل الدبل بتاعت الدبالة. بيجي شرايط زي بالظبط الدباسة الهواء، بس دي دبلة بقى مش هقول لكم بقى بالمرة. الأبواب البلاستيك اهي. وده طبعا هنجمد عليها بس، وكده يبقى الشكل النهائي بتاع الثلاجة. اترككم في رعاية الله وامنه. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.